شايفه بقى ابنك ممكن يعمل ايه؟ هياكل لك عفش البيت حرفيا. لو عندك طفل بيسنن شوف الفيديو ده فورا قبل ما يخلص لك على باقي الشقه. في الاول كده عايزين نعرف هي ليه الاطفال بتعمل كده؟ هل عندهم ميول اجراميه مثلا ولا هم غاويين يعضونا؟ تعالى نتخيلها مع بعض. سنه بتشق لحم اللثه علشان تقدر تطلع، اكيد الم رهيب. علشان كده هتلاقي اي طفل بيعض في اي حاجه ناشفه ممكن تقابله، وده لان الضغط المستمر بيقلل من تدفق الدم ناحيه المكان ده، فبيشتغل كبنج موضعي وبيخدر له وجعه. ايوه يعني نسيبه يعض في عفش الشقه وهو كده كده مكتوب في القايمه يعني ولا ايه؟ اكيد لا. ولازم لو شفت طفلك بيعمل كده توقفه فورا، لان ممكن اي حاجه تخدشه او خشبه تخش في اللثه وتعمل له عدوى في المكان ده. والمفاجاه ان حلها السحري موجود في ثلاجتك، وهو اي خضار او فاكهه متلجه، وبالذات شرايح الخيار او الجزر المتلجه. ده لان البروده بتعمل انقباض للاوعيه الدمويه وبتقلل جدا من الالتهابات، غير كمان العض اللي الطفل بيعمله. الاتنين مع بعض بيشتغلوا له كانه مسكن وبيرتاح جدا. انتوا قولوا لي بقى في الكومنتات ايه اغرب حاجه ابنك عضها وهو بيسنن، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو لاي ام ابنها بيسنن وبتعاني معاه دلوقتي.